أكلة أول يوم رمضان في كل البيوت المصرية. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. تعالوا النهاردة نعمل أحلى دكر بط من غير مواعين خالص. بس قبل أي حاجة هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. جيبي بقى دكر البط بتاعك، هتغسليه كويس جدا بشوية ليمون وشوية ملح، مش أكتر من كده. ما تحطوش يا جماعة خل على أي طيور عندكم. وبعد كده هتجيبي بصلايه هتبشريها بشويه ملح وشويه فلفل، وتبداي بقى تدعكي بيها كل البطايه بتاعتك. هتجيبي بصل مكعبات وطماطم مكعبات وجزر ورق غار حبهان، وحطيها جوه البطايه وكتفيها. وبعد كده هتكوني انتي عصره ونص كوبايه من عصير البرتقال. ابدأي بقى دلعي بيها البطايه بتاعتك وحطيها كده على الوش. جيبي بقى كيس من الاكياس الحراريه، ودي دلوقتي متوفره في كل الاماكن وبسيطه وموجوده في كل حته. هتبدأي تحطي جواها البطايه وتحطي ميه مغليه في الصينيه بتاعتك، ولو هتستعملي صينيه ألمونيا حطي فيها معلقتين من الخل. وبعد كده هتدخليها الفرن على اعلى درجه حراره، هتقعد معاكي بالظبط ساعه. هتطلع معاكي احلى بطايه. حطيها بقى جنب حله محشي شويه رز بسمتي بالمكسرات، وهيكون كمان فيها شوربه مركزه. يا رب الوصفات تكون بتعجبكم، وبألف هنا وشفا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. اشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام عليكم.